صباح الخير، صباح الجمال والورد والفل والياسمين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. بصوا بقى، لبست الطقم الجديد. جماعة انا اول مرة بجد البس حاجة تطلع حلوة عليا بالشكل ده. انا يعني منبهرة حقيقي، انا منبهرة. مش عارفة ايه التصوير كده واضح ولا لا. بصوا، تحفة تحفة تحفة. قولوا لي رأيكم يا جماعة. بصوا الطقم ده قطعتين، ده فستان قط تمام، وده كده عليه من فوق وفيه كده ايه رباط من النص. ويعني مش عارفة ليه حبي للطرحة السوداء، او مش حبي للطرحة السوداء، بحس ان الطرحة السوداء دي هي اكتر طرحة بتليق على وشي، بالذات لما يكون اي طقم فيه اسود. بحس لا، هي تبقى طرحه سودا، مش عارفه. وبحب كمان ان البندانه تكون لون الطرحه، ما تبقاش البندانه لون والطرحه لون، بحس ان كده اشيك. بصوا بقى، شايفين الجمال؟ لسه بقى الشوز ولسه الشنطه. بصوا من ورا، احلى حاجه بجد ان هو محترم محترم محترم، واسع وفضفاض. لا يصف ولا يشف ولا اي حاجه خالص. ربنا يا رب يثبتنا ويهدينا ويا رب ان شاء الله يعني ايه يهدينا للخطوات اللي احسن من كده بقى، اللي هي الخمار والنقاب والحاجات دي. يعني مفيش حاجه بعيده على ربنا. ربنا ايه يهدينا ويهديكم يا رب، اللهم امين. بس ولبست عليها السلسله هي فين السلسله الفيرزاتشي دي. يعني بحب ايه ابقى لابسه الطقم على بعضه، والخاتم بتاعها والانسيال كمان اهو. بس حاجه كده ايه سيمبل ورقيقه. طيب يا دودي، انتي لابسه وما قلتلناش لحد دلوقتي انت رايحه فين؟ احنا بقى رايحين فين النهارده؟ تعالى يا يحيى، تعالى يا يحيى، سلم عليهم كده في المرايه عشان يشوفوك. السلام عليكم. ايه الشياكه دي وايه الاناقه والحلويات دي؟ شايفين يا جماعه الراجل بتاعي؟ اصحابي استنوا افتح البلكونه عشان الاضاءه اصحابي بصوا اهو. هقول لكم فزوره على المكان اللي احنا رايحين له. هم هيعرفوا من العنوان ومن الصوره. احنا رايحين عند مين؟ ما هم خلاص عرفوا. رايحين اسكندريه عند ماما وعند بابا طبعا واخواتي. هنقعد كده 3 ايام، ممكن نقعد 2 3. انتوا عارفين ان في اجازه رسمي لحد ايه، لحد يوم الاثنين. فبما انه بقى احمد اجازه، فقلنا بقى ايه ناخد بعضينا كده ونسافر اسكندريه، عشان ماما كمان كلمتني وقالت لي هنفضل 3 ايام. بصوا ان شاء الله. هادي السبت، هادي الحد. احنا النهارده الجمعه. ماما كلمتني وقالت لي العيال وحشوني قوي، هاتيهم وتعالي ونفسي اشوفكم. فانا كمان بصراحه زهقانه ومحتاجه ان انا اغير جو. يعني حاسه ان انا ايه، يعني زهقانه بقى، عايزه اخرج من البيت وايه. واسكندريه وحشتني الصراحه، وحشتني جدا. والعيال كمان عايزين يخرجوا ويتفسحوا، فقلت ايه نسافر بقى كده النهارده ونقعد كام يوم هناك. تعالوا بقى دلوقتي ندخل على المطبخ. هتعملي ايه يا دودي في المطبخ؟ اكيد مش هنضف اكيد. انتوا زي ما انتوا شايفين. بصوا الشقه عندي، بصوا زي الفل، ما فيهاش اي حاجه. بصوا كنا هنا قاعدين بنفطر بواقي الاكل، علشان خاطر ما نسيبش حاجه تبوظ في التلاجة. يعني انا كنت عامله امبارح فراخ بالبصل ومكرونه. المكرونه انا ما اكلتش منها غير بالظبط 3 معالق تمام. وكنت مطلعه رنجه، شيل بقى يا يحيى الاكل ده. كنت مطلعه رنجه ومحمره بطاطس. فقعدنا ايه فطرنا. في كام حاجه هنا في الحوض هرصهم دلوقتي في غساله الاطباق. كوبايه والفنجان دوت والطبق والمعلقتين والكوبايتين دول. بصوا الغساله اصلا فيها مواعين وعايزه ان انا اشغلها. هحط بس دول كده احشرهم فيها، علشان ايه اسيب الحوض فاضي، واشيل القلايه مكانها واشيل الاكل ده. يحيى قول لبابا بقى، شوف هياكل الاكل ده ولا اشيله تاني في التلاجة. طب اوعى توسخ هدومك. تعالوا بقى اقول لكم هاخد معايا ايه من التلاجة. طبعا رفيق دربي اللي انا يعني ما اقدرش استغنى عنه، الكابوتشا او الخس على حسب ما بتسموه ده يا جماعه. بصوا استنوا كده ايه اولع لكم النور الاصفر ده يا جماعه. انا بعمله معامله العيش الفينو، العيش البلدي، اي حاجه حابه ان انا اغمسها بغمسها بايه، بالكابوتشا، او بعملها سندوتش
سندوتش جبنه، سندوتش رنجه. والله كلت الرنجه بالكابوتش، يعني كنت باخد واحده كده واحط فيها حته رنجايه وبطاطستين والفها واعملها سندوتش، ما كلتش عيش خالص. فدول بقى هاخدهم معايا. يوسف وقع كالعاده. فدول هاخدهم معايا عشان ايه، اصلا لو سبتهم في التلاجة هيبوظوا. تمام. وهاخد برضو علبتين الزبادي دول عشان لو جعت في الطريق، عشان انا بحافظ على الدايت بقدر الامكان، يعني ان هو ايه ما يبوظش مني. وايه تاني هنا ممكن يبوظ؟ في هنا بقيت حاجه ساقعه دي مش بتاعتي، هاخدها للعيال. في هنا رز بلبن هاخده برضو، كنت عامله كده رز بلبن للولاد برضو عشان ايه يتعشوا بيه امبارح. هاخدهم معايا مش هيخسروا، نبقى ناكلهم في الطريق. بس كده دي الحاجات اللي انا هاخدها من التلاجة. عايزه بقى دلوقتي اجيب الترمس. هو فين الترمس؟ اهو ترمس بقى عشان نعمل الشاي. بصوا الترمس ده تحفه جدا، بيبقى جاي معاه الغطا بتاعه على شكل فنجان، وجاي معاه كمان واحد، يعني جاي معاه 2، انا واحمد. فده هنعمل فيه شاي دلوقتي، وايه والكوبايات بتاعته اهي موجوده وكله تمام. يلا بينا نحضر الحاجات دي مع بعض. مليت الكاتل اهي. تعالوا بقى كده ايه والميه بتغلي. عايزه ارد كده على كام كومنت جولي على الفيديو اللي فات على يوسف وموضوع البوتي تريننج، وان انا بسيبه من غير ما يبقى لابس بنطلون وكده. ناس دخلت تقولي عيب، يعني عيب ازاي تسيبيه قاعد عريان كده من غير بنطلون، لبسيه اي حاجه حتى لو هيعمل فيها وتغسليهم كل شويه مش مشكله. بصوا يا جماعه، انا يوسف عنده كام سنه؟ عنده 2.5 بالظبط، يعني شهر 6 هيكمل 2.5 بالظبط. تمام. يعني هو لسه الوعي او الادراك عنده ان هو يخش الحمام لوحده دي مش موجوده. فانا اللي بدخله كل شويه، لو سبته هيعمل. طيب لو انا زي ما بتقولوا كده لبسته بنطلون خفيف او كده في البيت، طب ما هو يا جماعه لو عمل فيه، انا عندي يوسف ما بيعمل، يعني طول ما هو مش لابس اي حاجه ما بيعملش غير لما انا ادخله. انما لما بيكون لابس بنطلون او لابس اي حاجه بيحس ان هو كانه لابس بامبرز بالظبط، فبيعمل فيه بقى مش مهم. فانا عشان كده مش برضه ان انا ايه البسه حاجه، علشان يقول يا ماما بوتي بوتي، يعني دخليني البوتي. تمام. وساعات كتير ما بيقولش، وانا اللي لازم ادخله كل 10 دقايق او كل ربع ساعه. تمام. فعشان كده انا مش بلبسه، عشان انا عارفه ان انا لو لبسته حاجه هيعمل فيها، هيفتكرها بامبرز وهيسيب نفسه. وطبعا طول ما هو كده عمره ما هيتعود ابدا ان هو يقلع البامبرز. وقلت لكم قبل كده ان دي نفس الطريقه اللي انا مشيت بيها مع يحيى، يعني انا يحيى برضو مشيته بنفس الطريقه. حكايه بقى عيب ومش عيب وهيتعود على كده وان هو يمشي عريان في البيت، يتعود على ايه يا جماعه؟ احنا كلنا واحنا صغيرين اتعلمنا بنفس الطريقه. لو انا لبسته بنطلون وعمل فيه، طب ما هي يا جماعه معلش يعني سوري، البيبي اللي هو هيعمله في البنطلون ده ما هينقط برضو على الارض وعلى السجاده، يبقى انا كده عملت ايه؟ انا كده وسخت البنطلون ووسخت السجاد والارض وكاني ما عملتش حاجه خالص. فانا دي الطريقه اللي انا ماشيه بيها مع يحيى ومع يوسف، والحمد لله بتنجح معايا. كون بقى ان هو هيتعود وعيب والكلام ده، جماعه ده عنده 2.5 سنين، عيب ايه؟ اولا انا مش ببقى ملبساه فانيلا قصيره، لا انا ببقى ملبساه حاجه طويله، حاجه طويله، بحيث برضو ان هو يكون متداري ومحدش برضو يشوفه. تاني حاجه، هو اكيد الفتره دي هو عبيط مش فاهم حاجه وهينسى ومش هيتعود والكلام ده. فكل واحد يعني عارف ولاده ايه، وعارف ايه الحاجات اللي تنفع معاهم وايه الحاجات اللي ما تنفعش معاهم. ممكن انت يبقى ليكي طريقه في تربيه عيالك او في تعليمهم البوتي او ان هم يقلعوا البامبرز مختلفه عني. كل ام مختلفه عن التانية، كل واحده ليها وجهه نظر، وكل واحده عيالها طبعهم غير طبع العيال بتوع الناس التانيين. يعني انا مش بقول لكم اعملوا زيي، انا ما طلعتش قلت لحد اعملوا زيي، انا بقول الطريقه اللي انا بعملها، عشان في ناس كتير بتقعد تسالني يا دودي انت بتعملي ايه عشان تدربي يوسف ان هو يقلع البامبرز، فبحكي اللي انا بعمله.
فعشان انا اضرب ولادي ايه اللي ينفع معاهم وايه اللي ما ينفعش معاهم. تمام، يا رب اكون يعني قدرت اوصل لكم وجهة نظري. تعالوا بقى دلوقتي نجيب الترمس ونعمل الشاي. بصوا واخده ايه معايا، بصوا بتاعت صوفي، واخده له معايا الطاقيه واخده لهم كمان المايوهات. تعالوا اوريكم واخده ايه معايا في الشنطه. بصوا بقى عشان ايه انا دلوقتي بقفل الشنطه، انا واخده معايا ايه، طبعا واخده معايا بامبرز الاستاذ يوسف، بامبرز كتير علشان واحنا خارجين او وهو نايم بيلبسه. تمام، وواخده ليا انا عبايه الواحده بس للبيت. تمام، وواخده معايا فستان اهو، الفستان اللي هو بتاع العيد، علشان ايه اغير فيه مع الفستان اللي انا لابساه، لان هما يومين بس او 3 بالكتير. تمام، لقيت احمد بيقول لي ايه بقى، بيقول لي خدي المايوهات بتاعه العيال عشان ممكن نروح البحر. قلت له احلف والنبي. قال لي ممكن ايه مثلا في يوم كده ناخدهم ونروح الشواطئ اللي هي في العجمي، يعني مش هننزل وسط البلد، في العجمي في شواطئ حلوه. فقال لي خد لهم المايوهات احتياطي. فخدت اهو المايو بتاع يوسف وبتاع يحيى، وخدت ليحيى بيجامه ويوسف بيجامه، وخدت الصن بلوك اهو، خدت الصن بلوك وخدت الكريم بتاع يوسف والطاقيه بتاعته. تمام، وكمان الجلابيه الصلاه بتاعت يحيى عشان يبقى ينزل يصلي بيها هناك في المسجد مع جده بقى ومع باباه وكده. هطبقها له دلوقتي ايه واحطها، بس مش هاخد بقى حاجه اكتر من كده، لان زي ما بقول لكم هما يومين 3 بالكتير وهنرجع، فمش عايزه بقى ايه نشيل حاجات تقيله. بس هطبقها بقى كده واقفل الشنطه. تعالوا بقى كده نخش على اوضه العيال اللي بهدلوها بعد لما روقتها. بصوا شايفين السرير، هما الاتنين بيقعدوا كده يقفوا يتنططوا، وعاملينها نطاطه، عاملين المرتبه نطاطه لحد ما بيبهدلوا المرايه بالشكل ده. المهم بصوا الراديو، اوعوا يا جماعه تسافروا في اي مكان وتسيبوا الشبابيك مفتوحه، هتيجوا تلاقوا الشقه مردومه تراب حرفيا. فلازم كده ايه نقفل الشبابيك بتاعتنا، لانه كده نزل الستاره. ودايما تخلوا الراديو شغال على اذاعه القران الكريم. ليه؟ وتسيبوه عالي، يعني تشغلوا اذاعه القران الكريم وتخلوا الراديو ايه صوته عالي. ليه بقى؟ تعالوا اقول لكم ليه. علشان خاطر تعالوا نشوف الليفينج متبهدله ولا ايه. لا الحمد لله مفيش غير المخده دي بس. نطفي بقى التلفزيون. ليه بقى تشغلوا الراديو وتسيبوه عالي؟ علشان لو لا قدر الله في حرامي حب ان هو يجي ويسرق الشقه، لما يسمع صوت الراديو هيجري، هيفتكر ان ايه، هيفتكر ان في حد جوه. تمام، فخلي بالكم من التركيه ديت، عشان برضو ايه الحاجه دي مهمه جدا، عشان في ناس بتبقى مراقباكوا، يعني بتعرف انتوا نازلين امتى، مسافرين، عاملين. عشان لا قدر الله ما يحصلش اي حاجه لازم تخلوا في صوت في الشقه عشان يفتكروا ان انتوا ايه موجودين. تمام، فين صوفا؟ يا صوفي انت فين؟ هو فين؟ بيستخبى. بصوا اهي الحركه اللي بقول لكم عليها، اللي مبهدلين لي الملايات. بصوا ده كان مستخبي فين بصوا كان مستخبي ورا. مستخبي فين انت؟ مين اللي فتح الدولاب كده؟ بصوا يحيى انت كبرت والله يا يحيى على الحاجات دي. جماعه انا والله تعبت منهم، تعبت. قولوا لي اعمل فيهم ايه، قولوا لي. بصوا ده جماعه يوسف حلق، مش تقولوا له نعيما يا حياتي. اقفل بس ده كده. عايزه اقول لكم ان هو الحاجات بتاعت بابا، عايزه اقول لكم ان هو سمع الشارع كله بينا
وهو بيحلق. تعالى تعالى وريهم شعرك. لا واصحابي كمان كده تعال هنا ليه؟ تعالى بصوا، شايفين الراديو ده بنسيبه على طول كده، مش بنطفيه، وبنعلي كمان الصوت عشان بس الفيديو. بنعلي الصوت على الاخر زي ما قلت لكم. يلا تعالى عشان اسرح لك شعرك. يا اصحابي عارفين اللي هي لما بتروحوا عند حلاق ومعاكم واحد صغير بتلاقوا كده عربية تركبوا فيها؟ ايوه، في حلاقين يا جماعه متطورين كده بيحطوا زي ايه، رحنا لواحد زي كده بيحطوا عربيه، ركب العربية وبرضه سمع بين الشارع. بيحطوا عربيه كده، عربيه اطفال كده صغيره، عشان الاطفال يقعدوا فيها وهم بيحلقوا. فيوسف مرضيش يقعد فيها ابدا ابدا، معرفش ليه، بيكره الحلاقين. تعالى يلا هات ايدك، هات جبت لك ملبسه، تعالى اديك الملبسه. يلا انت سرحان كده ليه؟ اهي اهي ملبسه اهي. يلا يلا بينا. بصوا، يلاقي يحيى بينط لازم يعمل زيه. طب وبعدين عاوزين ننزل عاوزين ننزل لو سمحتوا، سيبونا وننزل. يا عيني يا ربي، تحسوا العيال عندهم كبت. ما انا هاخدكم واوديكم ملاهي بالليل، والله في ملاهي هناك حلوه قوي في ابو يوسف عند ماما في العجمي. هوديهم بالليل فيها ان شاء الله، يطلعوا كل الطاقه دي تخرجوها هناك. ماشي يا سوفا؟ عايز تروح الملاهي؟ تروح الملاهي؟ ها تعالى وريني شعرك. انا حاسه ان شكلك اتغير، حاسه ان انا معرفكش. يلا يلا عشان اسرح لك عشان ننزل. بصوا كل يوم على كده. يلا يا صوفي، يلا هات ايدك يا دي النيل عليا. وبعدين طيب نقفل ده كمان كده عشان ما ننساهوش، ونقفل الستاره بس كده. احلى حاجه لما تسافروا وبيتكم متروق. يلا يلا انا ضلمتها لكم. بصوا هقفل عليكم الباب اهو، هقفل الباب. بصوا بقى اخر حاجه هنقفلها. تعمل ايه يا يحيى؟ اخر حاجه هنعملها نقفل شباك ايه، شباك المطبخ. طبعا سقيت الزرع، سقيته مش سقيته بقى، غرقته ميه علشان لما نيجي ما نلاقوهوش لا قدر الله توفى، فيظبطته كده بالميه كويس قوي علشان ما ينشفش. تمام. فكروني يا جماعه، يا ريت تفكروني في اي فيديو ان انا اجيب ملح لغسالة الاطباق. غسالة الاطباق بقالها اسبوع لمبة الملح منورة، وكل لما انزل انسى اشتري لها ملح، وده طبعا غلط جدا جدا على الغسالة. الملح مهم جدا. عشان جالي سؤال، اديله حبة. لا يا يحيى انت هتوسخ لي كوباية، انا شغلت الغسالة خلاص. في سؤال جالي على الانستجرام، واحده بتقول لي ايه، انا جبت الاقراص اللي هي الاقراص اللي فيها الملمع وفيها المسحوق وفيها كل حاجه، هل كده انا هحتاج اجيب ملمع واجيب ملح لغسالة الاطباق؟ قلت لها لا، مش هتحتاجي تجيبي ملمع، لكن هتحتاجي تجيبي ملح. الاقراص يا جماعه دي ما فيهاش ملح خالص، ما فيش ولا مسحوق بتاع غسالة اطباق بيبقى جواه ملح. الملح ده حاجه لوحده، ده حاجه اساسيه للغساله عشان ما تبصش. اوعي ما تكونيش بتحطي ملح وتقولي انا معتمد على الاقراص بس، لا، لازم الغساله اول لما لمبه الملح تنور لازم تحط لها الملح بتاعها. فيا رب افتكر. ممكن اجيب من فتح الله بقى اللي في اسكندريه، ممكن يبقى عليه عرض ولا حاجه. خلاص كده جاهزين؟ يلا بينا. بقالي نص ساعه بجري ورا الشقه كلها علشان خاطر يسرح شعره. تعالى هنا يا مجنني انت. وريهم الحلاقه الجديده. جماعه قولوا لي رايكم في شكل يوسف كده. بصوا اصحابي ده تقولوا يحيى اقفل الستاره اللي ورايا دي عشان الاضاءه. لا اللي ورايا دي ورايا. تعالى بص لهم بقى كده. ايوه اقفل كمان من هنا. اصحابي اقفلها كويس. بصوا اصحابي، ما تسالوش انا ما حلقتش مع يوسف ليه، انا اصلا حلقت من قبليه. حلق قبليه. بص وطي كده، وطي. شطوره يا ناس وجميله يا انا هجيب الفرشه بقى. هات فرشتك بقى انت كمان، انا هحط لك ايه. بص لا انا اسرح لك. بص طب بس هسالك سؤال.
عايزه على ورا ولا على جنب؟ عايزه على ورا ولا على جنب؟ بيتريق عليا. عايزه على ورا؟ ايوه ارميها. عايزه اعمل لك شعرك ازاي، على ورا ولا على جنب؟ قول. على جنب. عملوا لك على ورا. لا عملوا لك على جنب اهو. نعم تيتا عزة. تيتا عزة، احنا رايحين اهو لتيتا عزة. ماما حطيت عروض اديته ولا مش شفتك؟ جميلة يا نيف؟ ماما حطيت عروض ليه؟ حطيت؟ طب هات فرشتك يلا وسرح. ماما تيتا عزة. طيب سمعتوا يا جماعة وهو بيقول جده ايه؟ اسمه جده ايه؟ جدو. جده مين؟ جدو. جده ايه؟ اسمه جدو ايه؟ قول. جدو ايه؟ جدو ايه؟ يا واد ما تقول، انت بتيجي قدام الكاميرا وتخرف. اسمه جدو ايه؟ طب تيتا ايه؟ تيتا مين؟ كيكة. كيكة ايه؟ والله العظيم بيستعبط، والله بيستهبل. يوسف انا مش هسيبك الا لما تقول احنا رايحين فين دلوقتي. كيكة هيشلني. يوسف انا ماشيه رايحه لجدو. جدو اسمه جدو ايه؟ جدو مين؟ بص لهم هنا قول لهم اسمه جدو مين؟ كيكة. طب تعالى بقى كيكة ايه تعالوا بقى اوريكم الاوتفيت كامل. بصوا لبست بقى الشوز الجديد ولبست الشنطة دي. تعالوا اوريها لكم في المراية احسن اهي. بصوا حلوة قوي قوي. قلت ايه يعني عشان لو طلعنا على البحر ولا حاجة الشنطة دي برضو تكون مناسبة، كبيرة كده اعرف ان انا احط فيها حاجات كتير، وبرضو ايه لونها اوف وايت كده في جولد، فهتبقى ماشية برضو مع اللبس مع الشوز بقى. وايه مستعدين يا جماعة؟ مستعدين تروحوا اسكندرية معايا؟ يلا بينا. معلش على الاضاءة عشان احنا بصوا طفينا الانوار، فيلا بينا الى الاسكندرية. يلا يا يحيى انت فين؟ مستعد يا يوسف؟ انت لسه بتشرب القهوة يا احمد؟ خدها معاك العربية. يلا بينا. وبعد 4 ساعات ولا 5 ساعات، 5 ساعات تقريبا نزلنا الحمد لله. النزول بالاطفال ده حاجة يعني عارفين. يلا الحمد لله. نلبس بقى نضارتنا، اول مرة البسها يا جماعة. قولوا لي رأيكم حلو ولا لا. الجو النهاردة حر سنة، يعني الشمس حامية شوية، بس هو دايما يوم الجمعة كده. انتوا عارفين لما اقعد تقول سنة عليه سنة صح يا سوسو؟ سوسو قولي بحبك. يوسف بصوا هيقولي يوسف قول شكرا يا ماما. شكرا يا ماما. يا روحي يا ماما. طب يوسف احنا رايحين فين؟ ومين تاني؟ جدو ايه؟ جدو عبودة. شاطر جدو ومين؟ عبودة. وحازم. عزم. ومين؟ عمر. وعمر. شاطر. لا بقى بيتكلم يا جماعة، ما يغركوش القرد الصغنطوط دوت بقى يعرف يتكلم. صح يا صوفي؟ طب بص بابا ملاهي هوديك الملاهي لما نوصل. تعرف تقول شكرا؟ قول شكرا. يا خلاص يا ناس. يوسف قول ملاهي. لا دي بيعرف يقولها اكيد، يعني ملاهي طول اليوم يقول ملاهي. قول نطاطة. نطاطة. قول شاطر. زحليقة. ده انا هفسحكم حتة فسح في اسكندرية يا عيال. بصوا هخليكم تفرغوا كل الطاقة اللي فيكم. برضه مش الطاقة بتاعتنا دي. الصبح اوديكم البحر وبالليل اوديكم الملاهي. ايه رأيكم؟ حلو. مبسوطين؟ يلا بينا.
مستعدين للرحلة؟ مش مستعدين. مش مستعدين؟ يوسف يلا. قول لهم حطوا لايك. قولوا دعاء السفر. يلا قولوا دعاء السفر. سبحان الذي. انت قول. ما تقوليش دعاء، امسحي المراية. انا ما اقولش. اشمعنى انا ما اقولش؟ امسحي المراية. ليه انا مش موحدة بالله ولا؟ احنا هنقول بدالي. يلا قولوا ورايا. يلا يحيى قول ورايا. قولي يا يوسف. سبحان الذي لا يا يحيى مع بعض. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. انت بتقول ايه؟ عم يا عم يا عم يا عم يا اي كلام. يوسف قول بسم الله. يام 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 يام. بطل تغلس عليه. قول بسم الله يا غلس. قول بس. سيبه دلوقتي. بص هو مش في حالته الطبيعية. هتخش مستفز. اوكي